السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد بتكلم فيه عن أسئلة جات لي بسبب تصليح المساعد. طب دلوقتي لو المساعد قرب هنا كده، لو المساعد طبعا ناس كتير جدا بتقول لي طب ما هو المساعد لو باظ هيبقى ضارب ونسيب. لا يا جماعة بصوا، دي مساعدين، دي أربع مساعدين، كل دول مساعدين اهي، مفيش ايه، كل دول بايظين، مفهومش ايه، مفهومش كبس، كل دول مفيش واحد فيهم معرق زيت، مفهومش فيهم واحد ايه معرق زيت. تعالى اهو، ممكن حتى لو في واحد بصوا مساعد اهو بايظ ومش ايه، مش معرق زيت، ده مثلا ممكن يبقى فيه تعريق ايه، تعريق زيت بسيط. بس لو انت طلعت بصوا الاكل، لو انت اهو ما فيهوش كبس، الكبس بتاعه ضعيف اهو، ده ممكن يتعمل. بصوا ده ممكن ايه، ده يتعمل. برضك نفس القصه هنا ايه، مساعد زي ده برضك ايه، مفيش ايه، ما فيهوش تعريق، برضك ده ايه يتعمل اهو. تعالى هتجيب سرنجه، سرنجه اهي مثلا، السرنجه اهي، هتجيب السرنجه وهتضرب الابره زي ما قلنا اهي كده جوه اهي، تضرب الابره وهتحط الايه، وهتحط الزيت زي ما انتوا زي ما انا وريتكم في الفيديو اهو. هتحط الزيت وايه، وتكبس الايه، الزيت، تكبس الزيت والمساعد هيشتغل معاك ايه، هيشتغل معاك. بصوا تعالى هنا كده، بصوا يا جماعه، انا شفطت ايه، شفطت الزيت اهو من جوه. بصوا السرنجه جابت معايا الزيت اهي اهي. بصوا طبعا السرنجه انا فاتحها قصادكم، بصوا الزيت اهو، الزيت اهو، السرنجه انا فاتحها ايه قصادكم. بصوا هجيب بردك سرنجه تاني، افتح يضرب هنا اهو. بردك الناس بتقول لي ايه، لو ضربت الايه، لو ضربت السرنجه القلسيه هيضرب. لا القلسيه لو هو مش ضارب اهو، بصوا انا دلوقتي شغال اهو اهو، مطلع ونزل القلسيه مش ايه. بص هنا جاب منين، جاب من هنا. لو انا شلت دلوقتي اهو، شلت القلسيه ده كده، لو شلت البتاعه دي كده ونفخت، نفخت الزيت ده، الزيت ده مش هي ايه، مش هيجيب معايا اهو. انا همسح لكم اهو اهو. لو مسحت انا كده، لو مسحت القلسيه مش ايه، مش هيجيب معايا. لو هو هيجيب معايا طبعا الصناعيه عارفه الكلام ده، هيعلم معايا في الايه، هيعلم معايا في الاكس. امال انت كده مش هيعلم معاك. هتجيب الزيت، هتجيب السرنجه، هتضربها اهو، تضربها كده زي ما انا ضربتها، بس قلت لكم واحده واحده اهو. لو انا عايز اشفط زيت من جوه، من جوه الايه بتاعه اهو، خليكم ايه اهو. بصوا الزيت بيطلع فين، بيطلع في السرنجه اهو 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 اهو. زي ما انا شفطت الزيت ده من جوه، زي ما انا شفطت الزيت ده من جوه، بردك هضغط معايا. لو هو ناقص معايا زيت هضغطه ايه اهو، هضغط زيت اهو اهو. بصوا الزيت اهو اهو. يعني انت لو مساعد، بصوا زي ما انتم شايفين الزيت فين، الزيت وصل للسرنج. لو انت مساعد بتاعك مش معرق زيت بالشكل ده، مش معرق بالشكل وضغطه ضعيف، يتزود زيت عادي، يتزود زيت. بصوا السرنجه شفطت ايه، شفطت زيت. مش ناقص معاك خلاص، انت دلوقتي ايه، مش ناقص معاك تمام التمام، هتزوده زيت وهتشيل السرنجه، هيمنع معاك اي ايه، هيمنع معاك اي زيت. وبرضك هتضغطه هوا بنفس الايه، الشكل اللي انا وريته لكم في الفيديو، هوريه لكم تاني اهو. بصوا طبعا انا بنزل واطلع اهو اهو، زي ما انتم شايفين الزيت بينزل في الزيت في السرنجه اهو. بعد كده لو انا عايز اضغطه هوا، هضغطه ايه، بشد السرنجه بسرعه علشان ايه، يطلع معايا ايه، ضغط الهواء ايه والزيت. زي ما انتم شايفين كده، مفيش حاجه فين، مفيش حاجه في القلسيه، مفيش حاجه جايبه معايا فين، في القلسيه خالص اهو، ولا الزيت ولا القلسيه عرق. وفي نفس الوقت المساعد ده اشتغل بايه، ضغط هواء، ضغط زيت. يا جماعه انا بعمل لك فكره اقسم بالله مش هتكلفك غير ايه، غير حقنه او ابره من الصيدليه ب 3 جنيه ولا ب 4 جنيه ولا ب 5 جنيه. هتعملها بنفسك، مش عشان بس برضك الناس بتتصل بيا بتقول لي انا عايزك تجيب لك 4 مساعدين، اجيب لك 2 مساعدين. لا انا ما بعملش فكره، انا بعمل لك فكره، بقدم لك الفكره بكل بساطه اهو، بعملها لك تاني.
وزي ما انتم شايفين المساعد ولا كان بيطلع ولا كان بينزل اهو. بصوا بقى ضغطه ايه، بقى ضغطه 10 على 10. لو انت مثلا المساعد بتاعك بنفس الشكل ده، ده او ده او ده نفس الشكل الاربعه، مش معرق زيت ولا ضارب زيت، مش هيعرق معاك زيت اهو. القلسيه اهو حطيت الزيت طلع منه، طلع منه قصادكم، طلع منه قصادكم، وادي اهو بعد ما قفلت الابره وفكيتها مفيش ايه، مفيش تعريق زيت حتى فين، في الاكس، مفيش تعريق زيت في الاكس. الفيديو عجبك اعمل لايك. انا بعمل لك فكره اقسم بالله الفكره دي ببلاش الا ربع تصلح مساعد عربيتك. بس ما حدش يقول لي انا جاي، لا انا ما عنديش وقت اعمل الكلام ده، انا بعمل لك فكره ببلاش. شكرا لكم في مجموعه سؤالات مع التفسير.